صار لي 13 سنة و3 شهور وأسبوع كامل. أنا قلت لها لمرتي صار عنا أرض. حمزة الخطيب هو نبراس النضال والتضحية. مستمر العمل، يعني في خطط كتير كبيرة على صعيد الشيء الفني، التحضيرات، التأسيس لصناعة فنية جديدة. على معمر نصيب حاطين غنية ارفع راسك فوق انت سوري حر. افتخر اني انا من القلمون، من دير عطية والدي، ورحنا لهنيك استقبلونا استقبال مهيب. هلا انا وقت سلمت على عمي سلمت عليه ويعني اصبت بانهيار عاطفي، صرت ابكي وهو يبكي وانا ابكي وهو يبكي. نيرون الروماني المجنون حرق المدينة مشان يتفرج عليها، وهذا الأهبل دمر البلد كلياتها. بس أنا عندي إحساس إنه فيني صادقة من أهل البلد ومن الدول المجاورة ومن العالم إنه رح نرجع نعبر إن شاء الله. بدنا نرجع نعمرها، إنه رح تصير العدالة الانتقالية ورح تبرد قلوبنا. نحن قلبنا مكلوم مثل ما قلبكم مكلوم، وإن شاء الله بيتحاسبوا القتلة، وكل اللي أذوا الشعب السوري رح يتحاسب. الفنان العالمي الكبير حبيبنا كلياتنا جهاد عبده وصل على سوريا على السكت. يعني أنا ما خبرت، ما شفنا إلا بمنزل الشهيد حمزة الخطيب. نعم. ليه؟ أول شيء حمزة الخطيب هو نبراس النضال والتضحية، وهو مثال أعلى أو مثل أعلى للأطفال اللي قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن. حمزة راح يفك الحصار عن مدينة درعا، وتم اعتقاله هو وثامر الشرعي، وطبعا تم تعذيبهم وقتلهم يعني وتصفيتهم، ودفع كل شيء يعني بأصعب طريقة لحتى يفك الحصار عن مدينة درعا. وكما فهمت أنا من أهله، أنا اعترافا مني بالجميل لهالشاب هذا، وإنه بدنا نقول لهم لأهله إنه نحن مو نسيانينكم، أنتوا على البال، وأنتوا بتلهمونا، وأنتوا بتخلونا نتابع هالمسيرة، وأنتوا بتخلونا يعني بتقوونا. يعني واحد مثل الشهيد حمزة هو اللي بيبعث فيك الأمل بيقول لك ما لازم نسكت، ما لازم نرضخ. فرحت اعترافا مني بالجميل لهالعائلة. ليه فات جهاد على الساكت؟ يعني ما خبر حدا، ما شفناه إلا بسوريا. يمكن أنا هيك طبعي،